خطتنا في رمضان مش زي أي خطة، خطتنا خطة ما تخرش المية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي في قناتي وقناتكم روتينات بيوت منورة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خطة حلوة جدا جدا علشان ما يضيعش علينا رمضان، وعلشان نستفيد بكل دقيقة وكل ثانية حسنات فيه ان شاء الله. ربنا يجعلنا فيه من الفائزين يا رب. حبيت اعمل لكم الفيديو في عجالة كده وكتبت لكم الخطوات، هم 10 خطوات لو مشيتي عليهم صدقيني هتخرجي من رمضان ده وانت ان شاء الله فايزة وحاسه كده بان انت يعني من المقبولين فيه، وحاسه ان انت كده منتصر على نفسك، وحاسه ان انت ان شاء الله من العتقاء من النار باذن الله، ومن المقبولين فيه. وان شاء الله ربنا كمان يجعل لنا نصيب يعني في ليله القدر باذن الله منه كمان. طيب هنبدأ كده بإذن الله. أول حاجة في الخطة وهي الصلاة على وقتها. اوعي تضيعي فرض من وقتك من الخمس فروض وتقولي بعد شويه لما اخلص حله المحشي، لما اخلص السلطه، لما اعمل مش عارفه ايه. هتلاقي الوقت جري بسرعه جدا والوقت التاني جه عليه واليوم ضاع منك. على طول فرض بفرض، اول ما يقول الله اكبر يبقى الله اكبر من كل شيء في ايدك، تسيبي كل اللي في ايدك تقومي تتوضي وتصلي، وبعد كده ترجعي تكملي اللي انت عايزاه براحتك خالص. يبقى اول حاجه هتكون الصلاه على وقتها. طبعا بالنسبه للشباب او للرجال او للاولاد هيكون في المسجد، وبالنسبة للبنات هيكون في البيت. اوعي تضيعي وقتك في المسلسلات والافلام والحاجات والبرامج والحاجات بتاعت رمضان دي اللي بتلهي الوقت جدا وبتاخد منك اليوم، وبعد كده تلاقي رمضان خلص وتلاقيكي ما استفدتيش باي حاجة خالص. تاني حاجة بقى من الحاجات المهمة جدا وهي السنن الرواتب. حافظي على ال 12 ركعة دول، صدقيني. بصي، معجزات الدنيا كلها وكل اللي بتحلمي بيه وكل اللي بتحققيه لو حافظتي على الحاجات اللي 10 اللي انا هقولك عليهم دلوقتي ان شاء الله ما يعديش العيد عليكي الا امنياتك كلها باذنك يا رب تكون متحققه. السنن الرواتب 12 ركعه، وهم ايه؟ 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر واتنين بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. حاولي تحافظي على ال 12 ركعه دول، هتلاقي بصي كنوز الدنيا كلها وابواب الرزق او ابواب الخير كلها بتتفتح لك باذن الله، خصوصا في رمضان. تالت حاجة وتالت خطوة معانا وهي صلاة الضحى. اوعي تضيعي منك صلاة الضحى. ايه هي صلاة الضحى؟ دي صلاة بتبقى بعد شروق الشمس بربع ساعة وبتنتهي قبل صلاة الظهر بربع ساعة. بصي كام ساعة معاكي تصلي فيهم ركعتين، اقلهم ركعتين ولحد 8 ركعات، انتي وهمتك بقى وانتي وشطارتك. طبعا فضلها عظيم وفضلها كبير جدا، وعملت بيها فيديو قبل كده، حاولوا ترجعوا له. طيب رابع حاجة هنتكلم فيها هي أذكار الصباح والمساء. اوعي حصنك أمانك دول تضيعيهم. أذكار الصباح والمساء ما يضيعوش منك أبدا. أذكار الصباح بتتقال بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بتتقال بعد صلاة العصر. طب لو نسيت أو فات عليا الوقت عادي تتقال في أي وقت في اليوم بإذن الله تكون مقبولة. طيب بعد أذكار الصباح والمساء، ودي كانت رقم 4، رقم 5 هي صلاة التراويح. صلاة التراويح من الصلاة المهمة جدا جدا، هي سنة ولكن لازم تحافظي على أدائها. حاولي ان انت تقرأي من المصحف في الصلاة. طبعا احنا قلنا قبل كده ان يجوز في الصلاة في مسك المصحف في الصلوات اللي هي السنن، ولكن لا تجوز في الفرض. تمام. صلاة التراويح طبعا للشباب والولاد والرجال في المسجد، يا ريت تكون في جماعة في المسجد. للبنات او للستات يا ريت تكون في البيت، الافضل انها تبقى في البيت، ولكن لو ذهبتي الى المسجد فلا حرج في ذلك، وان شاء الله صلاتك مقبولة. ولكن الحفاظ على الحجاب الكامل وعدم التعطر وعدم التزين علشان ما تكونيش فتنة لغيرك ان شاء الله. طيب الحاجة رقم 6 وهي الصدقة. الصدقة من أهم الحاجات في رمضان. صدقة يوميا. حاولي بقى تعملي شنط رمضان وتوزعيها، تطلعي مبالغ مالية كل يوم، تطلعي ملابس، تعملي إطعام طعام، تعملي فطار محترم كده وتنزلي منه كل يوم طبق كده، تبعتي مع أولادك في صلاة المغرب مثلا شوية بلح يفطروا بيهم الناس اللي بتصلي في المسجد، عصاير، أي حاجة أي حاجة يا جماعة. يعني بصي أقل القليل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص بلحة، نص بلحة تخليكي تتقي النار.
فما بالك بقى يعني رمضان بقى شهر الكرم وشهر الخير، وخصوصا دلوقتي ان في وقت غلا وفي ناس كتير مش لاقيه انها تجيب فطار ومش لاقيه انها تجيب اكل. فلو انت ركزتي قوي مع الناس دي، وركزتي قوي مع الناس اللي هي ما عندهاش، وحاولتي ان انت تديهم وتصدقي عليهم. وكمان مش بس الناس اللي ما عندهاش، والله من باب حب الخير ومن باب ادخال السرور، وزعي على جيرانك، وزعي على حبايبك، وزعي اعزمي قرايبك، وديلهم اكل جاهز كده ياكلوه. يعني اعملي حاجات بسيطه، حتى ولو حاجه بسيطه جدا، لو شويه بلح صغيرين كده في طبق، هيكون حاجه حلوه جدا. الحاجة السابعة وهي قراءة القرآن. اوعي تسيبي المصحف في شهر رمضان. كل ما تحسي ان انت عندك 5 دقايق ولا 10 دقايق فاضيين، امسكي فيهم المصحف وحاولي تختمي اكتر من ختمة في رمضان. حاولي على قد ما تقدري تكون اكتر من ختمة، وانت وشطارتك وانت وهمتك. الحرف بحسنة والحسنة بعشرة امثالها، والجزاء في رمضان مضاعف 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 الى ابعد الحدود. ربنا يجعلنا واياكم من اهل القرآن يا رب، ومن اهل العتق من النيران في رمضان. تامن حاجة وهي العمرة والحج يوميا. هتقولي لي ازاي عمرة وحج يوميا؟ هقول لك ازاي. العمرة والحج يوميا وهي انك تصلي الفجر وتقعدي تذكري الله لحد الشروق. الشروق بيكون بعد الفجر بحوالي ساعة، او يمكن اقل من ساعة كمان ان شاء الله يعني. ولو كانت ساعة او ساعة و5 دقايق، ساعة و10 دقايق، فانت لو قعدتي قرأتي فيهم الجزء، وقعدتي ذكرتي الله، سبحتي، استغفرتي، دعيتي، صدقيني كده يحسب لك بكلام الرسول مش كلامي، عمرة وحج تامة 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 ان شاء الله. ربنا يا رب يتقبل منا كل الاعمال الصالحة يا رب العالمين. طيب الحاجة رقم 9 هي ايه؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، هي الدعاء. الدعاء لازم تلحي على الله في الدعاء. كام واحد دعا دعوة في رمضان وكانت من الحاجات المستحيل تحقيقها، وبعد رمضان ربنا جبر بخاطره وحققها له. حاجات كتير وناس كتير وحكاوي كتير في الموضوع ده. يا ريت بقى ان انت تخصصي كل يوم وقت كده للدعاء، وخصوصا ال3 اوقات اللي انا هقولك عليهم دول، ادعي فيهم ولحي قوي قوي في الدعاء. ان شاء الله ربنا هيتقبل منك وهيحقق لك كل اللي نفسك فيه. طب ايه هم ال3 اوقات دول؟ الساعة اللي قبل الفطار على طول، حاولي ان انت خلصي وقتك بدري بدري، والساعه اللي قبل الفطار ديت حتى لو انت بتجهزي الفطار لسانك يفضل شغال بالدعاء والذكر والصلاه على النبي والاستغفار، وما بينهم الدعاء. ادعي بقى ربنا يهدي ولادك، ربنا يصلح حالك، ربنا يرزقك ببيت، ربنا يهدي زوجك، ربنا يرزقك بذريه صالحه، كل اللي نفسه في حاجه يدعي. ادعي والحي في الدعاء واطمعي في الفردوس الاعلى، علشان ربنا ان شاء الله هيستجيب ليكي. ربنا رب المستحيلات ان شاء الله، رب الخير لا يأتي إلا بالخير، وهيديكي كل خير في رمضان بإذن الله. طيب الساعة التانية هي إيه؟ الساعة اللي قبل الفجر. قبل الفجر ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل في السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فعليكي في الساعة اللي قبل الفجر دول إنك تدعي بكل الأمنيات اللي عندك. طبعا كلنا في رمضان بنسهر علشان نتسحر، فيا ريت يعني تخصصي وقت كده يكون في وقت السحور، في وقت بعد السحور، تقعدي تدعي فيه. ولو حتى يعني مش لازم تكون ساعة، ولو نص ساعة، ولو ربع ساعة، انت وهمتك وانت وشطارتك وانت وأدعيتك وانت وأحلامك وأمنياتك اللي نفسك تحققيها. طيب الوقت اللي بعد كده هيكون أسبوعي، وهي آخر ساعة في يوم الجمعة. آخر ساعة في يوم الجمعة اللي هي قبل المغرب. مش قادرة أقول لكم عن الساعة دي. اغلب العلماء واغلب الفقهاء قالوا ان هم كانوا بيدعوا في الساعه دي، وكم من احلام تحققت. وده بنص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان في الجمعه لا يوافقها ساعه الا ودعا الله بها دعاء الا وتحقق له ان شاء الله. بتكون ابواب السماء مفتوحه، واغلب العلماء قالوا ان الساعه دي اللي هي قبل المغرب. فادعي ادعي، صلي على النبي كتير قوي قوي قوي. اجعلي دعائك ما بين صلاتين على النبي. يعني دايما لما تيجي تدعي، صلي على النبي قبل الدعاء وصلي على النبي بعد الدعاء. فما بالك بقى الدعاء اللي بيبقى محمل بالصلاة على النبي في النص ده بيتحقق قد ايه، وبيكون يعني صاروخ كده منه للسما، صاروخ كده. ربنا يا رب يجعلنا من مستجاب الدعوات يا رب العالمين، ومن المقبولين في شهر رمضان. واوعي تنسوني في دعواتكم بقى، واوعي تنسي تشاركي الفيديو ده علشان يوصل لناس كتير، وبالتالي يعملوا اللي فيه، وبالتالي انا اخد حسنات وانت كمان تاخدي حسنات. فالدال على الخير كفاعله، وخير الناس انفعهم للناس. شاركي الفيديو ده لكل اصحابك وحبايبك، اعملي باللي فيه، وادعي لي دعوه حلوه في التعليقات. ويا ريت تنزلي في التعليقات كده وتقولي لي لو كنت استفدتي منه ولا لا. ويا ريت كمان تقولي لي
ايه رأيك في القناة وعايزة نعمل ايه؟ ان شاء الله في الايام اللي جاية هنعمل حاجات حلوة قوي 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 في رمضان بإذن الله. هنحاول كده ان احنا نشجع بعض علشان رمضان ما يروحش منا هدر بإذن الله. طيب العشرة الحاجة العشرة والأخيرة، وهي ركعتين في جوف الليل. ركعتين في جوف الليل ايه يا ستي؟ ما انا صليت التراويح. ماشي يا حبيبة قلبي، هو انت عايزة تبقي زيك زي الناس ولا تبقي مميزة؟ في كده ربنا ناس بيخصهم كده بالتمييز، مش كل الناس هتصلي الركعتين دول. فانت لما تصلي الركعتين في جوف الليل اللي هم قبل الفجر بساعة دول، دي اللي هي الوقت النزولي الإلهي، ده هيكون ركعتين تحقيق المعجزات. طبعا كلنا عارفين قيام الليل، وبرضه عملت لكم فيه فيديو قبل كده بفوائده، يا ريت ترجعوا له وتسمعوه تاني. عايزاكي تستعدي وتشدي الهمة، محدش ضامن عمره ومحدش عارف هيكون في رمضان جاي علينا ولا لأ تاني. ربنا يبارك في أعمارنا جميعا يا رب. وعايزاكي كمان يعني تدعي على قد ما تقدري وتحققي أحلامك كلها في رمضان ده. ادعي بكل اللي نفسك فيه، ربك رب المستحيلات. ربنا يجمعني وإياكم في الجنة الفردوس الأعلى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. تنسيش تحطي لايك على الفيديو عشان ناس كتير تشوفه وتكوني سبب في ده، وما تنسيش تشاركيه لكل أصحابك وحبايبك. أنا بحبكم جدا في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.